انتهى بتقدم الهلال بهدف إيمانا في الدقيقة 36. الآن دقيقتين، فاز على الرائد 4-1 وخسر من الشباب 1-3 وتعادل مع النصر ونجران بنفس النتيجة لهدف لكلا الفريقين. محاولة اللعب، كرة قريبة عند العربي بتعد على طول من العربي، فريدي بيشوت ولكن ايضا كرة بيشيلها حارس المرمى تيسير التيف وبيحولها الى خارج ملعب المباراة ضربة ركنية. هذه إعادة وهذه المحاولة ايضا اللي كانت 7 دقائق شوط المباراة الثاني. فيصل الدوسري محاولة ولكن كرة اللعب، ولكن ايضا بتضيع على مرتين، ضاعت على مرتين من سهج على طول. عاصم سهج الألباني المنضم من دينامو تيرانا اللي لعب 7 مباريات وحضور دولي في 7 يمنى 3 نقاط لفريق الفيصلي، ولكن ايضا كرة غير مركزة ملعوبة بالخطأ. المسرى حيطة معمولة 55 دقيقة ولكن يبقى التنفيذ بعيدا تماما. الكرة بيلمها باسل الفهد بيمرر بشكل حلو، محاولة موجودة حلوة أمام هجر في الجولة الأولى، حرة مباشرة ملعوبة وكرة بتعدي ولكن بيد حسيد الخامس 10 من أكتوبر من عام 1977 الذي يصادف يوم ربيع الموسى القرني. على طول تسديدة ولكن كرة بتعدي إلى خارج ملعب المباراة. الحلب السوري السابق واللاعب الدولي أيضا في صفوف المنتخب السوري أبو يابس يلعب العرضية، محاولة حلوة. استبدال أول يجري للمدرب الألماني توماس دول، والبديل الذي لم أتسرى من ملعب المباراة. محاولة وتوقيت سليم من تيسير للنزول إلى أرضية ملعب المباراة كورقة ثانية يدفع بها المدرب يدخل إلى أرضية ملعب المباراة. كرة ملعوبة ولكن هجمة للأنصار، تلعب العرضية، محاولة موجودة، النرشي بيشوت وهوب الله يا العتيبي، الله الآمال الفيصلوية في هذا اللقاء. هذه محاولة تسديد ولكن كرة بعيدة بتعدي لخارج ملعب المباراة اللي يحظى ب3 أهداف. هذه محاولة بالراس ولكن كرة بتعدي إلى خارج المباراة. إيمانا صاحب البصمة الوحيدة واليتيمة في خدمة هجومية للفيصلي فيما هو متبقي من دقائق. محاولة وإيمانا توصل على طول، محاولة تسديد وبيشيلها تيسير التيف إلى خارج ملعب 20 دقيقة. محاولة تسديد من مكان بعيد ولكن إلى خارج الملعب. إذن هي 7 مواجهات مشاهدة. الناحية اليمنى من أرضية ملعب المباراة باتجاه بديل سلطان البيش، 4 نقاط هلالية، الخامسة في مكان سليم، خطرات اللعب ولكن أيضا تأخر على هذا الملعب. كرة ملعوبة، محاولة موجودة، تلعب خلصت المباراة على طول وحطها وين في الزاوية البعيدة من شلهوبينيو على طول، ثالث أحسن اللاعبين على المستوى الآسيوي، اللاعب الذي يتحدث البرتغالية، يعطي النقطة 12 للموج الأزرق في اللحظات الأخيرة مع إطلاق مطرف القحطاني صافرة نهاية اللقاء.